ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل عام وانتم طيبين. طبعا زي ما انتم عارفين بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، وكنا بنمر بظروف صعبة، ومع الأسف أنا الحمام عندي اتسرق. عشان برضو ما نطولش عليكم هنحكي بس القصة دي سريعا، وهنقول برضو معلومة مهمة جدا بالنسبة لتربية الحمام الزاجل. أنا كنت حاطط البوكس ده بره، اللي هو اللي فيه القص السكروتة ده، كنت بفصل فيه النوتي، انا اسف، كنت بفصل فيه النوتي. حطيت طبعا النوتي فيه يجي 12 نتاية، وسبت 3 نوتي، وكان الباقي كورة زي ما انتوا عارفين. ما شاء الله كان عندنا حمام كتير، وكنا بنوزع منه للناس وكهدايا مفاجآت للمربيين واللي عايز يربي زاجل. كان انتوا عارفين الحمام الزاجل غالي في السوق، فكنا بندعم الناس. فحسبنا الله ونعم الوكيل. طلعت الحرامي اللي طلع جاب شوال زبل من اللي بره، فضاه على الارض وحط فيه النوتي ونزل. طبعا بالفعل خلاص بقى عندي كل كرة على نتايتين ولا 3 نوتي. طبعا الواحد زعل جدا. بدأت اللي انا خلاص امشي بقى الحمام، اللي انا اكيد مش هربط كرة يجي 20 دكر على 3 نوتي او 25 دكر على 3 نوتي. طبعا بعت الحمام كله. وقلت خلاص يعني ايه، احاول ان انا ابتدي من اول وجديد، لان ما كنتش اربي تاني بصراحه. لقيت بصراحه الدكر ده ردلي. رجع الدكر الكريمي ده ردلي. دي امه لابسه دبله اتحاد 2015 مسابقه في عين شمس من عم هلال لبيب الله يرحمه. كانت نتاية قوية جدا، وكانت مسابقة ومعاها شهادتها. طبعا لما الدكر ده ردلي انا فاجئته بصراحة، وعملت مفاجأة للدكر عشان برضو الاخلاص بتاعه. اللي انا كنت بعته لواحد وكلمته قال لي انا بعت ل3 تاني، فخلاص حلال عليك الدكر اما رد يعني. فطبعا رحت لواحد صاحبي بيتعامل مع اولاد مهاود. طبعا لا غني عن التعريف اولاد مهاود في مصر يعني. اصول حمام زاجل قويه جدا. بيجيبوا حمامهم من بره ما شاء الله في مزادات. الناس كلها عارفه مين اولاد مهاود ومين شريف مهاود. طبعا جبت النتايه دي ما شاء الله، والنتايه دي جبت له النتايتين دول الدكر، وجبت القص السكروطه ما شاء الله عليهم دول قص مظبوطين جدا وفلوس جامده يعني، مش قص يعني اي كلام، لا بسم الله ما شاء الله عليهم. قص محترمين جدا، الله اكبر عليهم يعني، من طول وعظم وكل الكلام ده. دي قصتي مع سيدة الحمام. وان شاء الله هنرجع زي الاول واحسن، وهنعمل برضو مفاجآت، وهندعم الناس باذن الله، وهنوزع برضو زغاليل تاني ان شاء الله. دعواتكم ليا في رمضان، انا بجد محتاج دعوة يعني، انا بجد في الوقت ده انا محتاج دعوة منكم. وانتوا طبعا يعني اخواتي واكتر من اخواتي كمان. معلومة بس في تربية الحمام الزاجل. يا جماعة أي حد بيجيب حمام زاجل دمه قوي، زاجل مش داخله حاجة، داجل سباق فعلا. أنا نسيت صح أقول لكم الحمام ده مع تأصيلاته، هبقى أنزلها برضو عشان تبقوا عارفين اللي الحمام ده ليه تأصيلات وليه أب وليه أم وليه جدود قوية جدا، وممكن يكون أهاليهم وأكيد أهاليهم مستوردة من بره مصر. نرجع لموضوعنا، انا اسف. اي حد عايز يربي زاجل يا جماعه ما ينفعش تجيب الحمام الزاجل تقوم ملقيه وخلاص كده انت مستني اللي هو يكسر ويجيب بيض وكل الكلام ده، مستحيل. الحمام الزاجل يا جماعه اللي دمه قوي، اول لما انت بتجيب قص هو مش هيفرخ، هو مش هيتجوز في المكان ده، حتى لو انت مظبط له مكان جامد جميل جدا وجامد جدا. ليه؟ فرد الحمام الزاجل كل فكرته هو هيخلع امتى، يرجع
للبيت الاولاني اللي هو ناشئ فيه او صاحبه الاولاني اللي هو طلع من عنده زغلول. ده الحمام الزاجل يا جماعه، كل فكرته هو هيمشي امتى، يرد امتى، سواء هرب من العشه، سواء الغاوي اللي جايبه ده مش فاهم في تربيه الزاجل فبينشه، فهو عمره ما هيكسر عندك او هيعمل عش عندك او هتاخد منه عش. تمام. اللي احنا بنعمله واي حد لازم يعمل كده، اول لما تجيب حمام زاجل لازم تديله كتف. يعني ايه تديله كتف؟ بتنتف الريش بتاعه، لا بالمقص، نخلي بالنا جدا لحسن المقص يجي على اعصاب او حاجه، الريش ده بيبقى فيه اعصاب فممكن تجدر له جناحه من غير قصد، وممكن ان انت تنتفهم، ويستحسن انت تنتفهم. انت ما بتنتفهم من هنا هو خلاص فرد الحمام بيلجأ اللي هو يعمل عش او يتجوز، بيبقى خلاص عرف اللي جناحه يتقص فهو مش هيطير دلوقتي، فبتديله الذكر او بتلاقي الذكر والنتايه وبتاخد منهم عش. تمام. غير كده مستحيل يتلقى عندك. ده دم الزاجل القوي. تمام. وكده حلقتنا خلصت النهارده عشان برضه ما اطولش عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش دعواتكم. وانا بقى مش هقول لكم عشان نرجع زي الاول ونقدر ان احنا ندعم الناس وكل الكلام ده، تعمل لي لايك وشير وتسيب لي كومنت. انا مش عايزك غير ان انت تسيب لي كومنت دعوه حلوه ليا بس، مش عايز اي حاجه. وان شاء الله دعواتكم معايا عشان ان شاء الله داخلين على الايام الجايه اللي احنا لسه هنعدل السقف وهنكبر اللوفت ان شاء الله باذن الله، وباذن الله خير. ودعواتكم وكل عام وانتم طيبين. كان معاكم محمود محمد، مع السلامه.